السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي معرفنيش أو لسه أول مرة يتفرج عليا، فأنا أحمد داوود، وبعتبر القناة هنا مساحتي الشخصية اللي بحب أتكلم فيها براحتي. النهاردة حابب أتكلم معاكم في موضوع يمكن هو شاغلني، أو حاسس إن أنا مش عايش حياتي بسببه طول الوقت. وأنا دايما ببقى مستني حاجة، يعني طول الوقت أنا دايما ببقى مستني ان مثلا اشتري موبايل جديد. طول الوقت بكون مستني مثلا ان انا يبقى عندي شهادتي الخاصه. طول الوقت مثلا ببقى مستني ان انا اجيب مثلا او تيجي المناسبه الفلانيه. دايما عندي حته الانتظار، او ان انا بستنى او بفكر مثلا في حاجه قدام، ومش بعيش اللحظه الحاليه او الوقت الحالي، فدايما بتضيع عليا الوقت اللي انا فيه. فبندم بعد ما بتعدي الفتره دي، اللي هو يعني انا لو كنت عشت الفتره دي، او لو كنت مثلا عشت اللحظه دي، كان الوضع بقى احسن. لكن حتة ان احنا كل يوم بنستنى حاجة تحصل، او حاجة نجيبها، او حاجة مش عارف ايه، علشان نبقى مبسوطين، او علشان خلاص يبقى الدنيا تمام. يعني احنا اللي هو ايه، انا لو اشتريت الموبايل الفلاني انا هبقى حياتي جميلة جدا وهكون مبسوط. انا لو قعدت في الشقة الفلانية في المنطقة الفلانية انا هكون مبسوط جدا وحياتي تمام. اكتشفت ان كل ده مع الوقت غلط جدا. كل ده مع الوقت ما بتستنى، انت بتمر من عمرك وقت، يعني بيمر من عمرك وقت وبتضيع الوقت اللي انت فيه. فبتيجي تلاقي نفسك مثلا بعد ما كان عندك 20 سنة بقى عندك 25 سنة، وانت ما عشتش ال5 سنين دول. يعني ال5 دول راحوا كده بس في الانتظار، او انك مستني حاجة معينة تحصل علشان تبدأ تعيش حياتك، عشان تبدأ تنبسط. لا، ده كله غلط. فمن ضمن الحاجات الغلط اللي انا عايز اراجعها معاكم، هي ان انا مثلا كنت بستنى ان انا اشتغل شغل معين علشان ابقى مبسوط. الشغل معين، اول ما الشغل المعين جه بقيت لا مستني ان انا يبقى عندي مثلا شقتي الخاصة علشان ابقى مبسوط اكتر. فشقتي الخاصة مثلا اتعملت، لا بقيت مستني لا، انا عايز يبقى شقة في مكان تاني او في منطقة تانية. الشقة مثلا في المنطقة المعينة او في المكان الفلاني جت، لا انا مستني يبقى عندي لابتوب، مستني يبقى عندي عربية، مستني يبقى عندي موبايل ايفون اخر اصدار. فطول ما احنا بنستنى او احنا موقفين حياتنا على حاجة معينة هتحصل علشان يبقى وقتها مثلا نبقى وقتها مبسوطين، عمر ده ما هيحصل. لو انت مش مبسوط وبتنجوي باللي عندك دلوقتي، مش هتبقى مبسوط مهما حصل، او مهما امتلكت، او مهما يعني اتوفر لك من حاجات او احتياجات انت محتاجها. لان طالما انت ما بتستغلش حاجه اللي في ايدك دي، او الحاجه اللي معاك دي دلوقتي مش بسطاك او مش مبسوط بيها، عمر بقى اي حاجه تانية هتيجي هتخليك مبسوط. حتى لو جت حاجه تانية وخليتك مبسوط، هتخليك مبسوط لفتره معينه او وقت معين صغير، وبعدها ترجع تفكر اللي هو لا، انا عايز يبقى عندي حاجه تانية، او عايز يبقى عندي الحاجه الفلانيه علشان ابقى مبسوط. وعلى نفس المنوال او نفس الدايره هنفضل بنلف فيها كده، ان هو كل ما حاجه تجيلك هتنبسط بيها شويه، وتبقى لا مستني حاجه تانية تحصل. فاللي انا حابب اقوله لنفسي قبل ما اقوله لكم، ان انا لا، ضروري جدا ان انا اعيش بالوقت، او اعيش اللحظه اللي انا عايش فيها دلوقتي، وانجوي بيها وانبسط بيها. مهما كانت صعبه او مهما كانت مش حلوه، علشان اقدر ان انا مضيعش حياتي، او استغل كل ثانيه او كل ساعه او كل سنه بتمر من حياتي. بعد فترة فعلا لقيت ان انا بستنى، لقيت ان انا خلاص يعني بدأت ان انا اكبر، وانا عمال بستنى في حاجات ومش بعيش. مثلا بلاقي ابص على مثلا السنين اللي فاتت ديت، مش بلاقي ان انا انبسطت فيها جدا، او مثلا عشتها، او مثلا آه لا، ما ينفعش حرفيا. يعني انا بكلمكم من واقع حاصل معايا، ان انا حته ان انا كنت بستنى كل شويه يحصل حاجه معينه، كل شويه بيحصل حاجه معينه. لقيت ان أنا لا، يعني هي بس يمكن الوقت اللي كنت بنبسط فيه، وقت ما بتحصل حاجه دي بنبسط شويه وخلاص، على كده الدنيا بتخلص معايا. بدخل بعدها في مرحله تانية اللي هو بستنى حاجه جديده. اللي حابب اقوله للمره الاخيره، ان احنا ضروري جدا ننبسط بالحاجه اللي معانا، ننبسط بالوقت اللي احنا عايشينه، نحاول ان احنا آه نعيش الوقت ده ومنفكرش لا في ماضي حزين مثلا وحش، او ايا كان حتى لو كان حلو. ولا نفكر في مستقبل اللي هو مثلا انا مستني بكره يبقى عندي كذا، او مستني بكره يبقى عندي حاجه الفلانيه، او امتلك حاجه فلانيه عشان ابقى مبسوط. مش نفكر، يعني مش ما اقصدش من حته ان احنا ما نفكرش في المستقبل، ان احنا مثلا ننساه خالص ونعيش اليوم بيومه. لا، احنا ضروري جدا ان احنا نخطط او نرتب لحياتنا قدام، بس احنا بنستغل الوقت اللي احنا فيه ده علشان قدام. يعني على سبيل المثال مثلا، عشان اقدر اوضح الصورة دي اكتر، ان انا قدام مثلا حابب ان انا يكون وضعي الاجتماعي حلو، او مثلا يكون حابب ان انا يبقى مستواي مثلا في لغة معينة كويس. فدلوقتي انا هستغل الوقت اللي انا فيه دلوقتي في ان انا اذاكر كويس انجليزي مثلا، علشان بكره يبقى مستواي كويس في الانجليزي.
انا محتاج مثلا ضروري جدا ان انا بكره يبقى عندي مثلا فلوس معينه، او محتاج ان انا بكره يبقى عندي حاجه معينه. فانا هستغل الوقت اللي انا فيه دلوقتي عشان مثلا انا اشتغل كويس او اتقن شغلي او اطور من مهاراتي عشان يبقى عندي شغل كويس بكره علشان اقدر امتلك الحاجه دي. فهي الفكره ان احنا نستغل الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. وزي ما قلت قبل كده في فيديو وفي فيديوهات، وبحب جدا الجمله دي وبحب اكررها لان انا شفتها في حياتي اتطبقت فعلا، ان هي نتائج اليوم هي افكار الامس. كل اللي انت فيه النهارده ده نتيجة لافكارك امبارح. فانت الوقت اللي انت فيه دلوقتي خلي افكارك كويسة، خلي نظرتك للحياة حلوة، خلي دايما ان انت بتفكر او بتشوف ان هيجي ايام احسن او هيجي وقت احسن، علشان فعلا ده النتيجة او دي النتيجة اللي هتحصل ليك بكرة. بس ده كل اللي كنت حابب اقوله في الفيديو ده، اوصله في الفيديو ده، لان فعلا لقيت ان انا وقت بيعدي من عمري ومش بعمل حاجة. مش هكرر الكلام تاني، يعني انا قلته فمش حابب ان انا ازيد من تكراره او اكرره كل شوية. فيا رب تكون الفكرة وصلت كويس. انجوي وعيش حياتك وانبسطوا بحياتكم، لان الوقت اللي بيعدي عمره ما هيرجع تاني. من هنا لحد ما اشوفكم في فيديو جديد، متنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وكومنت. سلام، اشوفكم على خير.